مباشرة بعد نهاية مباراة الذهاب بمصر، وكل الإعلام المصري بالإضافة للمسؤولين واللاعبين والمدرب من ناحية الأهلي يعيدون ويكررون نفس الشيء: التحكيم ظلمنا وسيظلموننا في المغرب. نتمنى أن يكون التحكيم في المستوى. راسلنا الكاف لتغيير الحكم. قد يقول البعض أن الأمر عادي، لكنه ليس كذلك بالمرة، ففيه رسالة نفسية عكسية للقائمين على تنظيم البطولة بأن الأمر إن لم يكن لصالح الأهلي فيقع أمر لا يحمد عقبه، والجميع يعرف المصريين من هذه الناحية. تارة يقولون المذيع متحيز، وتارة ينتقدون حكم تم تعيينه ولم تقام المباراة بعد، تارة يهاجمون التحكيم، وتارة أخرى القناة المالكة لحقوق نقل المباراة. لنكن منطقيين ولو لمرة، لقد تم التأثير عكسيا على كل من هو مسؤول على تنظيم هذه المباراة. رأينا الحكم وأعينه المعصوبة وتساؤلاته في اللقاء، رأينا الأخطاء ضد الوداد التي اعتبرها أمر هيئ لا يستحق البطاقة الصفراء. لننسى الآن أمر الحكم ونعود للمذيع. ريال مدريد إفريقيا، ما هذا التملق للمصريين؟ الأول قالوا أنه منحاز للوداد، وأتيتم بمن هو حقا منحاز للأهلي. أما مخرج المباراة فكلام آخر لك يا صديقي. أين هو التيف العالمي من الجمهور الأفضل في العالم؟ هل هناك سبب يجعلك تغمض عينك عنه، أم أن السبب خوفك من أسيادك؟ لن أتسرع وأقول أن كل شيء كان مدروس قبل البدء، فنحن لسنا المصريين، لكن فقط أطالب بالعدل، عدل لم نراه في إفريقيا. رسالتي: أتمنى أن تصل لمن كلامهم يسمع، أتمنى أن يكون لنا رد على الظلم الذي تعرضنا له في عقر دارنا. نقبل بالخسارة إن كان فيها عدل بالتأكيد، لكن كل هذه التصرفات منكم أكيد بها لن نفعل.